اوكي يا شباب، عندنا هنا كوتشينة لطيفة جدا. خلونا نطلع كده كارتين من وسط كوتشينة. هنطلع مثلا اوكي جوكر تاني كده. عندنا 2 جوكر اهم. خلونا نلخبط الكوتشينة. اوكي نلخبطها كمان مرة. طب دلوقتي احنا جاهزين. هنطلب من الشخص اللي احنا بنلعب معاه خدعة نقول ستوب في اي مكان. فلنفترض قال ستوب هنا مثلا. هنطلب منه هو يختار 5 ورقات. ورقة 2 3 4 5 كده، 5 ورقات. بقية الكوتشينة مش عايزينها. عندنا هنا 5 ورقات. نطلب منه انه يشوف اخر ورقة من تحت. احنا طبعا مش عايزين نعرف ايه هي، بس هنعرفها علشان نكمل الخدعة. عندنا هنا رقم 2. طبعا هو يفنطها بالطريقة اللي هو عايزها، حرفيا يعمل اللي هو عايزه، يفنط بالطريقة اللي هو شايفها، بحيث انه يتأكد ان الورقة فعلا اختفت من مكانها. يشوف الطريقة اللي هو عايز يفنط بيها الورق براحته جدا. دلوقتي كل اللي هنعمله ان انا هاخد كارت جوكر احطه هنا. هاخد جوكر كمان هحطه هنا بالطريقة دي. وخلونا نفنطها بس بطريقة مختلفة. هننزل كارت وكارت تاني نحطه تحت. نحط كارت هنا وكارت تاني تحت. هنحط كارت هنا وكارت تاني تحت. هننزل كارت هنا. هتبقى عندنا كارت واحد بس موجود هنا. الكارت اللي بقى عندنا هنا هو الكارت الوحيد اللي هو اختاره. ومش بس كده، لا، لان الاربع كروت كمان اللي عندنا هنا هما 4 وحيد. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح الشرح. اوكي يا شباب، وكالعاده قبل ما نبتدي حلقه النهارده ما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيجوا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت واعمل لايك جميل وخلونا هنبتدي. في الخدعه بتاعتنا النهارده هنحتاج شويه حاجات بسيطه جدا. هنحتاج جوكرين او اي ورقتين، بنتين، ولدين، اللي انت عايزه. هنحتاج 4 ورقات شبه بعض. انا في الخدعه عملت ال4 وحيد، وهنا ال4 شيبان. اختار انت الورق المناسب ليك. طيب هنحتاج ورقه كمان، ودي الورقه اللي المفروض الشخص هيختارها. لحد دلوقتي احنا تمام. بقيه الكوتشينه هنا. هناخد ال2 جوكر دول هنحطهم في وسط الكوتشينه بالشكل ده. هناخد ال4 اوراق شبه بعض. شوف الورق اللي انت عايزه. هناخد ال4 ورقات هنحطهم من فوق كده. هيتبقى عندنا ورقة واحدة هنا بس. الورقة دي اللي احنا عايزين نخلي الشخص اللي قدامنا يختارها، بس قبل ما نخليه يختارها هنعمل فيها حاجة صغيرة جدا، واحنا هنعلمها ازاي؟ بقطر او باي آلة حادة. هتيجي في الطرف هنا. ثانية اعمل فوكس اهو. هتيجي في الطرف اللي هنا وهتبتدي تعمل جرح كده اهو بالشكل ده. والطرف التاني اللي قصاده الناحية التانية هتبتدي تعمل جرح برضو بالشكل ده اهو كده. يبقى عندنا جرح في الحتة دي وجرح الناحية التانية هنا. ودلوقتي احنا جاهزين علشان نعمل خدعة. مش عايزين القطر ده في حاجة خلاص. ودلوقتي يا شباب الترتيب عندنا كالآتي. عندنا الورقة اللي هو هيختارها او اللي احنا هنخليه يختارها. عندنا 4 ورقات شبه بعض فوق كده. ودلوقتي هنبتدي الخدعة بتاعتنا. هنقول له هنطلع ورقتين شبه بعض من هنا. هنطلع فعلا اي ورقتين شبه بعض. فلنفترض هنطلع ال2 جوكر مثلا. ودلوقتي احنا جاهزين عشان نعمل خدعة. هنبتدي نفنطها تفنيطة عشوائية جدا. اهم حاجة تفضل محافظ على باقي الورق بتاعنا. ال5 ورقات بتوعتنا فوق زي ما هما بالشكل ده. ودلوقتي احنا جاهزين عشان نعمل الخدعة بتاعتنا. هنبتدي نقسم بالشكل ده. هنحط الورق كده. عندنا بريك هنا. هنبتدي نمسك الورق بالشكل ده واحنا محافظين على البريك بصبعنا ده. هنقول له قوله ستوب في اي مكان. اي مكان هيقول فيه ستوب هنسيب كل الورق اللي تحت البريك. وبكده احنا نبقى لسه محافظين على الورق اللي احنا هنجبره ان هو يختاره. مرة تانية اهو. هنقطع كده. هنعمل بريك. هنقول له قوله ستوب في اي مكان. اي مكان هيقول فيه ستوب هنسيب كل الورق اللي تحت البريك. هنقول له عد 5 ورقات. عندنا اول ورقة اللي احنا عايزينه يختارها ورقة 2 3 4 5 كده. ال4 ورقات التانيين هما ال4 شيبان بتوعتنا. هنقول له اختار او فكر او احفظ اخر ورقة من تحت واللي هي رقم 2.
بعد ما يحفظها هنطلب منه ان هو يفنطها براحته. طبعا احنا كده كده معلمينها وسهل جدا ان احنا نعرف مكانها. بعد ما يفنطهم عادي هنمسك الورق بالشكل ده وهنبتدي نبص في الورق بتاعنا. هنبتدي نشوف العلامة اللي احنا عاملينها في الورقة. لو لاحظنا فالعلامة موجودة هنا اهي كده، دي الورقة رقم 2. دلوقتي هو هيلخبطهم براحته جدا اهو. بمجرد ما نبص على الورقة بتاعتنا هنشوف العلامة موجودة هنا اهي كده، الورقة دي رقم 2. كل مطلوب مننا ان احنا نخلي الورقة رقم 2 هي الورقة اللي في النص. فهنعمل ايه؟ هنخليها احطها هنا بالشكل ده كده، ورقتين من على اليمين ورقتين من على الشمال، والورقة بتاعتنا في النص بالشكل ده. هناخد جوكر هنحطه هنا، هناخد جوكر تاني هنحطه هنا. ودلوقتي اللعبة بتاعتنا انتهت. كل اللي هتعمله ان انت هتنزل ورقة وورقة تانية هتحطها تحت، هتنزل ورقة كده وورقة تاني تحت، ورقة كده وورقة تاني تحت، لحد ما يتبقى معاك 2 جوكر وفي النص ورقة. الورقة بتاعتنا هي الورقة اللي هو اختارها. مش بس كده، بسناب بسيط هنكتشف ان ال4 ورقات بتوعتنا هما 4 ورقات في الحقيقة متشابهين. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.